هذا ما نتمناه. المنتخب المغربي يعني كما قلنا قبل قليل في بداية البرنامج أجرى اليوم حصة تدريبية كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام وحضر لها مفاد قناة ميديان تيفي الزميل نوفل العوملة. إذن على بعد 48 ساعة من موقعة كوت ديفوار الحاسمة وصل المنتخب المغربي اليوم تحضيراته بصفوف مكتملة قبل الحصة التدريبية الأخيرة المقررة غدا. وأعرب نجوم المنتخب عن استعدادهم للانتصار على الفيلة لتمهيد الطريق لدور الربع. تفاصيل تدريب اليوم في روبورتاج بعثة قناة ميديان تيفي نوفل العوملة وعبد الصمد متصل. تتواصل رحلة الأسود في الكان ومعها نواصل التنقل والترحال من أيام صوب بيطام. 60 كيلومترا هي المسافة الفاصلة بين المدينتين، يعبرها الأسد الباحث عن مواصلة الزئير بعد كل معركة كروية انطلاقا من الميدان وصولا إلى مقر الإقامة. وفي الطريق التي تملأها المنعرجات يستذكرون في الحافلة عطاء لا ينضب تأكد في قمة الطوغو، ويحلمون أن تنعكس خضرة غابات الجابون على هذا الجيل الذي قد يصنع ربيع الكرة المغربية عبر بوابة الكوت ديفوار. نرحل إذن اليوم إلى بيطام والتفاؤل يملأ القلوب بأن نجد الأسود في أفضل حال قبل ثلاثاء الحسم. حتى آرنو الذي عاش مع طاقم ميديان تيفي على مدى أيام أسعد اللحظات وأتعسها تعلم الدارجة وبها نطق مساندا للأسود. في ملعب بيطام الجماهير المغربية تستعد لاستقبال الرجال عبر بروفا تتخللها الكلمات والألحان التي تبث الحماس في القلوب. وصلت حافلة المجد وترجل الفرسان لخوض الميران. رونار يستقبل بالتصفيق ويدعو من صفق لعدم الاستعجال، فالثلاثاء يوم مشهود في حال تحقق العبور، وهو بيد الفرسان أكثر من الربان، فنحن بحاجة للانتصار كي نمر بأمان لثاني الأدوار. قمنا البارحة بتدريب إعادة اللياقة، وابتداء من اليوم سنبدأ التحضيرات للقائنا القادم الخاص والذي سبق أن هيأنا أنفسنا له بعد مباراة الفوز ضد التوغو. معنوياتنا مرتفعة وسنواصل على هذا الإيقاع. هي بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا ونستعد لها بثقة كبيرة. عادة نستعد بهدوء، نتمنى إحراز نتيجة جيدة ولعب مباراة كبيرة ضد الكوت ديفوار. كثر الحديث بعد موقعة الصقور عن حالة العميد بن عطية الصحية، ورغم أن صمام أمان السيد العجوز لم يدخل في مرحلة الإحماء رفقة الرفاق، إلا أن طبيب المنتخب الدكتور عبد الرزاق هفتي أكد بأنه على أتم الاستعداد لموقعة الفيلة. هفتي وهو يتحدث لوسائل الإعلام فوجئ بردة فعل الأسود التي أثبتت أن من هم الآن في الجابون على قلب رجل واحد. اللي كان كيسخن قبل المباراه وقلبته في ذيك الوقت وقلت له باللي الحاله ديالك مزيانه 100%، ما كاين حتى شي مشكل، هو الحال واجد 100%. وذهنيا عنده واحد ايرون فو اللي داير واحد الحماس في اللاعبين اللي قليل فين كنشتو انا 12 عام وانا في المنتخب الحمد لله. الدراري متفقين ان شاء الله مزيان بيناتهم، منضبطين بزاف، كينعسوا في الوقت، شي كيحضر شي ما كانش زعما واحد الانضباط كبير بزاف. دونك اللي ناكد لك بان بن عطيه ان شاء الله واجد. نتمناو اليوم في هذه الحصه اليوم ما غيكون والو، والحصه ديال غدا ما تكون حتى شي اصابه، والحمد لله كلشي اللاعبين جاهزين باش ياخذوا هذه المباراه ديال الكوت ديفوار ان شاء الله الرحمن. الجست اللي داروا معك اللاعب هذا هو الجست وغير ديما كاين واحد المحبه بيناتنا كبيره بزاف، وشي كيقبض في شي. في مدرجات ملعب بيطام اصطف الأنصار يتابعون التحضيرات، وعيون العرب والرفاق تسرق بعض النظرات على عجل، بينما آثر المحمدي والأحمدي تمرير بعض الرسائل عبر ميكروفون ميديان تيفي لمن حضر إلى الجابون ومن بقي في الديار وفي قلبه الإيمان بقدرات أسد الأطلس. الحمد لله كل شيء عاوننا وكيسردوا لنا الميساج، وكنشوفوا زعما المغرب راهم فرحانين ربحنا مع التوغو، ان شاء الله نكون نفرحوا نهار 3 ان شاء الله. اللي بغيت لا ان شاء الله شويه اتعلم هذا من العربيه مزيان صافي.
48 ساعة إذا تفصل أسود الأطلس عن موقعة الحسم أمام فيلة الكوت ديفوار. أجواء من الفرح والمرح الممزوج بالانضباط تسود معسكر الأسود، وإذا كان التاريخ يبتسم لرفاق بوني فإن هذا الجيل الذهبي يريد أن يبصم على مسار مشرف في كأس الأمم الأفريقية لتكون الجابون فاتحة خير على الكرة المغربية. نوفل العوامل، عبد الصمد المنتصر، ميديان تي في.